عمرك قدمت على شغل وحسيت انك مؤهل ل 100% بس ما حدش بيكلمك ولا حتى بيجي لك الميل بتاع ريجكشن؟ غالبا المشكله مش فيك، المشكله في السي في بتاعك. النهارده اقول لك بالتفصيل ازاي تظبط السي في بتاعك وايه هي اهم الاخطاء اللي انت بتقع فيها وبتضيع عليك فرص كتير جدا. ولو استنيت معايا لاخر الفيديو فهقول لك على سر 90% من الناس مش بتعمله، والسر ده انا اضمن لك انه باذن الله هيضاعف فرصك 10 مرات واكتر. تمام؟ طيب خلونا نبدا يلا. اول حاجه هنفتح ويب سايت اسمه فلو سي في. تمام؟ زي ما شايفين كده فلو سي في. في طبعا ويب سايتس كتيره، ولكن انا بفضل الويب سايت ده، اتعاملت معاه قبل كده وعامل السي في بتاعي عليه اكتر من مره. فانا هشرح على السي في بتاعي. خلينا كده نفتح الريزومي بتاعي ده، السي في بتاعي. تمام؟ وابدا ان انا امر على سيكشن سيكشن وهقول لك اهم الحاجات اللي انت تاخد بالك منها. لو بدا في الاول كده، انت طبعا بتملى الداتا من هنا وهو ايه، بيملى لك التمبلت، فموضوع كويس جدا يعني. تمام؟ طيب، اول سيكشن اللي هو بتاع الكونتاكت، الهيدر بتاع السي في بتاعك، بتحط فيه الكونتاكتس بتاعتك، ازاي الناس دي تتواصل معاك. تمام؟ فهتحط الاسم بتاعك ثنائي بالشكل ده، اول حرف كابيتالايز. تمام؟ ما تخليهاش كلها ابر كيس، الاسم كله ابر كيس. تاني حاجه هتحط التايتل بتاعك. لو انت فرونت اند فخلي التايتل ده فرونت اند ديفلوبر. تمام؟ باك اند خليه باك اند ديفلوبر. فول ستاك فول ستاك، وهكذا. تمام؟ طيب، هتحط لينكد ان، جيت هاب، بورتفوليو، لو في مثلا اكونت على اب وورك حاجه زي كده ضيفها، عندك تشانل على يوتيوب، الكلام ده كله زي ما انا عامل هنا كده. تمام؟ هتضيف اللوكيشن بتاعك وهتضيف الرقم بتاعك. الرقم بتاعك حط قبله الكود بتاع الدوله او البلد اللي انت فيها. انا حطيت هنا بلس 20 اللي هي مصر. تمام؟ كمان حاجه مهمه وهي الايميل بتاعك، حاول تخليه حاجه بروفيشنال. انا عندي هنا عمرو مصطفى بعد كده رقمين ثلاثه. تمام؟ فما تحطش بقى ميلز اللي هي تكون معقده او كلمات عشوائيه، او فاهمني صح؟ طيب، هنا الحاله بتاعه الجيش، لو انت ولد حط الحاله بتاعه الجيش. انا واخد هنا اعفاء. وحط انك willing to relocate عشان لو الجوب دي في حته بره المنصوره مثلا. انا هنا في المنصوره. تمام؟ فبقول له ان انا والله عادي، ما عنديش مشكله ان انا اشتغل في كايرو مثلا او اي مكان. تمام؟ فده تقريبا كل التفاصيل في الهيدر. بالنسبه للبروفايل بيكتشر، مش مهم تحطها خصوصا في الشغل بتاع السوفت وير انجينيرنج، يعني هو مش مهتم بشكلك تماما. فمش مهم خالص انك تحط بروفايل بيكتشر او صوره شخصيه هنا. تمام؟ انا هنا بتكلم عن السوفت وير انجينيرنج سي في. طيب، بعد كده الاديوكيشن هتحط عادي انت اتخرجت من جامعه ايه، كليه ايه. حط الجي بي اي بتاعك لو هو كويس. تمام؟ حط مشروع التخرج، حط السورس كود زي ما انا عامل كده. وممكن تحط ديسكريبشن كمان عن مشروع التخرج والجريد بتاعته. طبعا حط الجريد لو هي كويسه، يعني لو هي مش كويسه ما تحطهاش. تمام؟ بس غالبا كل الناس بتجيب جريد كويسه في مشروع التخرج يعني، فهحطها. طيب، بعد كده البروفيشنال اكسبيرينس. خلي بالك من حاجه، ان الترتيب بتاع السكشنز مهم جدا. تمام؟ تقدر تكستمايز الترتيب من هنا. الترتيب مهم جدا انك تحط بروفيشنال اكسبيرينس بعد كده السكيلز. تمام؟ طيب، لو انت لسه كمان فريش او جونيور فحط البروجكتس، مهمه جدا. غالبا مش هيكون في هنا بروفيشنال اكسبيرينس، انت لسه اول شغل بتدور عليه، فهتحط هنا البروجكتس ساعتها. تمام؟ طيب، خلينا نخش عليها كده. عندك اول حاجه هتحطهم بالترتيب الزمني بتاعهم. احدث حاجه هي اللي فوق. وهتحط انت بتعمل ايه دلوقتي. لو خلي بالك ان انا هنا دلوقتي في البريزنت، الحاجه دي انا لسه فيها حاليا. فبحط بشكل ايه، مضارع مستمر زي ما انت شايف كده، implementing، trouble shooting، وهكذا. تمام؟ الحاجات اللي خلصت خلاص فهتحطها في الماضي، هتقول delivered كذا، مش عارف عملت كذا، developed كذا، built كذا. تمام؟ خلي بالك برضو بتحاول تحط ارقام على قد ما تقدر، تحط حاجه ميجربل، حاجه ليها مقياس، ان انت عملت هنا 20 بروجكت، عملت هنا حسنت البرفورمانس مش عارف بنسبه 10%، عملت عديت الاكزام هنا مثلا فوق ال 90، 90 بلس يعني كدرجه. فحاول تحط ارقام في السي في، بتكون حاجه كويسه، بتكون حاجه ملفته. وتحط البروجكتس بتاعتك بالشكل ده، او الاكسبيرينس بتاعتك، اسف. تمام؟ طيب، البروجكتس لو هتحطها، خليني برضه اوريها لك. انا كنت حاططها قبل كده. لو جينا هنا كده على البروجكت من هنا، كنت بحطها بالشكل ده. لو جيت هنا شلت العلامة دي من هنا. طيب، هتحط الاسم بتاع البروجكت، هتحط لينكد ان، او هتحط اقصد جيت هاب، اللينك بتاع السورس كود لو ينفع. طبعا تحط سورس كود، لو هو حاجه برايفت خلاص ما تحطش سورس كود. وتحط اللينك اللايف او اللينك الديمو بتاع البروجكت ده. وتحط تحت التك ستاك تكنولوجيز اللي انت استخدمتها في البروجكت، وديسكريبشن بسيط، البروجكت ده بيعمل 1 2 3 والفيتشرز بتاعته 1 2 3. دي الطريقه اللي انت بتحط بيها البروجكتس. تمام؟ طيب، زي ما انتم شايفين كده، مثلا البروجكت ده حطيت التك ستاك وحطيت ايه، ديسكريبشن بسيط بالفيتشرز بالكلام ده كله. وحطيت هنا اللينك في الايه، في العلامه اللي هنا دي.
طيب دي الطريقه اللي بتحط بيها البروجكتس. بعد كده تيجي عند السكيلز، هتحاول انك تقسمها الفرونت اند لوحده والباك اند لوحده والداتابيسز لوحدها وهكذا. السكيلز اللي هي الهارد سكيلز، او خلينا نقول السوفت سكيلز اقصد، اللي هي التيم ورك والورك اندر بريشر والكلام ده، انا مش بفضل بصراحه ان احنا نحطها. تمام. بحس ان هي حاجه ريبيتيتيف، حاجه كل الناس حطاها، حاجه ملهاش معنى. تمام. فانت معاك صفحه، خليني برضو اكد على النقطه دي، لو انت لسه فريش او جونيور فانت معاك صفحه واحده بس، حاول ما تزيدش عن صفحه، ما توصلش لصفحتين نهائي. فانت معاك صفحه، حاول تحط فيها المعلومات تكون مفيده، تكون مميزه، حاول تستغل الصفحه دي صح. تمام. فما تحطش فيها انك تيم ليدر ومانجمنت تايم مانجمنت والكلام ده. تمام. حط السكيلز اللي فعلا هتفرق مع مع الراجل اللي بيقرا السي في ده. طيب بالنسبة لللانجوجز، هتحط الانجليش. تمام. هتحط المستوى بتاعك فيه، وهتحط العربي لو انت مقدم على حاجة بره، فهم مهتمين انك عارف عربي. لو بتقدم على حاجة في مصر ما تحطش العربي، لانه طبيعي ان انت اصلا مصري فانت بتتكلم عربي كويس، او لو انت عربي يعني فبتتكلم عربي، فما تحطوش في السي في يعني. ده الديفولت بتاعك. عايز تحطه وتحط جنبه ان انت نيتيف عربيك فخلاص يعني مفيش مشكلة برضه. تمام. طيب اهم بقى الحاجات اللي تاخد بالك انك ما تعملهاش، زي ما قلت عدد الصفحات لو انت لسه فريش او جونيور ما يزيدش عن صفحة واحدة. بعد كده عندك الايميل، حاول ان هو ما يكون حاجه بروفيشنال، ما يكونش ايميل عشوائي. ما تنساش تحط الكود اللي هنا ده، مش محتاج تحط بروفايل بيكتشر. تمام. دي اهم النقط اللي هنا. السي في تمبلت نفسه ما تحطش حاجه، ما تختارش حاجه فيها الوان وهكذا، الوان احمر واصفر ومش عارف ايه. لا، خليه حاجه عادي جدا، بلانك ابيض واسود زي اللي انت شايفه ده، حاجه بسيطه جدا. تمام. كل ما يكون بسيط كل ما يكون افضل. ما تختارش حاجه فيها الوان والفونت صعب وحاجات زي كده، لا، فونت عادي جدا وهكذا. تمام. طيب بالنسبه للسي في، الاسم بتاعه نفسه لما تعمل داونلود لده سميه مثلا عمرو مصطفى اندرسكور سي في. فاهمني؟ ما تسموش حاجه عشوائيه او حاجه مش مفهومه او كده. فالاسم بتاع الفايل نفسه، البي دي اف اللي انت هتبعته للريكروتر او الاتش ار مهم. ركز برضو على نقطه زي كده. طيب اعتقد دي معظم الحاجات. بالنسبه برضو لو تاخد بالك، في ناس بتحط هنا تحت الكونتاكس على طول بتحط الاوبجكتيف او السامري، بيحط لك كلمتين كده عن نفسه. تمام. هل تحطهم ولا لا؟ لو ما فيش مكان، او لو في مكان اضافي في السي في حطها. ما فيش مكان، السي في هنا خلاص الصفحه خلصت، خلاص ما تحطهاش. تمام. ليه ما تحطهاش؟ لان انا شايف برضو ان هي حاجه ريبيتيتيف، انا بحاول احط الحاجات اللي ليها قيمه او ليها فاليو في السي في. تمام. فلما اقول له ان انا والله باشنت فرونت اند ديفلوبر، تقريبا كل الناس في 90 واحد حاطط ان هو باشنت فرونت اند ديفلوبر. فاهمني؟ انت مش حاطط حاجه مميزه. لو تحط حاجه مميزه وبتعبر عنك فعلا وعن خبرتك وعن حاجه بتميزك عن باقي الناس، حطها، اكتب ساعتها الاوبجكتيف والسمري. حلو. طيب خلينا برضو نمر على اهم السكشنز كده من هنا. لو خدت السيرتيفيكتس حطها، مفيش مشكله. انا كنت حاطط هنا السيرتيفيكتس دي. تمام. هتحط الايشور او الراجل اللي عامل لك السيرتيفيكت، المنصه او البلاتفورم اللي خدت منها السيرتيفيكت، هتحط اللينك بتاعها. تمام. الكريدنشالز بتاعتها بالشكل ده. طيب لو دخلت ستودنت اكتيفيتيز برضو هتضيفها. طبعا كل الكلام ده للفريش، الفريش الستودنت اكتيفيتيز مهم. طيب ليه انا شايلها؟ لانه خلاص يعني أنا اشتغلت في 3 4 اماكن، فخلاص مش محتاج اقول لك ان انا في الكليه والله من 4 سنين كنت تيم ليدر مثلا. تمام. ممكن تفرق في حاجات معينة في شغلانات معينة على حسب، بس حاليا أنا شايلها يعني، ولكن هتحط بالشكل ده. لو ضفتها هتحط برضو إيه 3 4 بوليت بوينتس كده، وزي ما قلت لك ركز على الأرقام. قول إن أنت مثلا كنت بتليد 400 ممبر، كنت مش عارف عملت 3 بابليك سبيكنج، حاجات زي كده. تمام. 5 ايفنتس وهكذا. حاول تركز على الأرقام، وممكن تخليها بولد كده زي ما أنا عامل كمان. تمام. طيب فباختصار انا برشح لك فلو سي في، لان هو فيه اصلا كل السكشنز دي. ركز على الترتيب بتاع السكشنز. في ناس بتحط السكيلز هي اللي فوق، وتلاقيه مثلا حاطط البروجكتس في الاخر خالص. فده مش منطقي. زي ما بقول لك انت كفريش اهم حاجه بالنسبه لي هي البروجكتس اصلا، لان انت البروجكتس هي اللي بتعبر عنك وبتعبر عن السكيلز دي اللي انت حاططها في الاول. فالبروجكتس مهمه جدا كفريش. تمام. طيب دي اهم الاخطاء تقريبا اللي تحاول انك ما تعملهاش. خليني دلوقتي اقول لك بقى، لو انت حابب انك اعمل لك ريفيو عن السي في بتاعك طبعا بشكل فري تماما، فممكن تسيب لي دلوقتي كومنت، وهبعت لك فورم تملى فيها السي في، تابلود السي في بتاعك، واعمل لك ريفيو تفصيلي عن السي في بتاعك، وابعته لك ان شاء الله على الميل او في الكومنتس حتى. تمام. فسيب لي كومنت دلوقتي لو مهتم اني اعمل لك ريفيو عن السي في بتاعك. طيب خلينا دلوقتي نيجي بقى للسر اللي انا قلت لك عليه في اول الفيديو. قلت لك ان في سر فعلا هيضاعف من الفرص بتاعتك، وهو انه حاول تعمل سي في كاستمايزبل. تمام. سي في يكون كاستمايزد على حسب الجوب اللي انت بتقدم عليه. يعني انا دلوقتي عامل السي في ده. تمام. هل لو انا مقدم كباك اند ديفلوبر هروح ابعت السي في ده؟ الحقيقه انه لا، ما بعملش كده. انا عندي اكتر من سي في. عندي الفيرجن دي تمام اللي هي سوفت وير انجينير، عامل سي في تاني لو انا فرونت اند، عامل سي في تالت لو انا فرونت اند برياكت،
وواحد لو أنا front end بview تمام، الاتنين مختلفين، كل واحد حاطط فيه الprojects بتاعته. يعني لو أنا باقدّم على job react ليه هاحط الprojects بتاعة view وأقول له إن أنا view developer تمام؟ فبالعكس لأ، لو أنا باقدّم على react هاحط الkeywords بتاعة react والredux toolkit ومش عارف إيه وكده وstate management ومش عارف إيه، أحطها في الCV بتاعي. فأنا عامل CV مخصص لreact، CV مخصص لVue.js، وCV لو أنا back end مثلًا باقدّم على Node.js عامل CV تالت لNode.js، لو full stack عامل CV لfull stack تمام. أنا فعليًا عامل الCVs دي يعني، وده الCV بتاعي اللي هو لو أنا software engineer. فعلى حسب الشغلانة باقدّم الCV المناسب ليها، الCV اللي يكون فيه الkeywords بتاعتها، حتى لو هم عاملين system ATS أو غيره بيفلتر الCVs بناءً على keywords تمام. فالCV بتاعك هيعدّي ساعتها، ليه؟ لإنّك حاطط الkeywords اللي هم طالبينها في الjob requirements. فالسر ده مهم جدًا، خلّي بالك منّه وصدّقني هيضاعف من الفرص بتاعتك وهيفرق جدًا. ما ينفعش تكون مقدّم على front end والCV بتاعك كل الprojects اللي فيه back end أصلًا، أو مش مركّزة خالص على الfront end، حتى لو أنت عارف front end بس أنت مش حاطط الprojects الfront end تمام. طيب إحنا هنا وصلنا لآخر الفيديو، ولكن هأكد عليك إنك لو حابب تشوف بقى فيديو اللي اتكلمنا فيه عن GitHub وعن LinkedIn، بما إنهم الحاجة الثلاثي كده LinkedIn وGitHub والCV هم ال3 حاجات الأساسية. فلو حابب تشوفهم هاسيب لك دلوقتي في الcards اللي هتظهر لك الفيديو بتاع LinkedIn، هتعرف فيه التفاصيل والأخطاء اللي أنت بتعملها في LinkedIn profile وإزاي إن هو يكون مميز، ونفس الكلام بالضبط مع GitHub. هاسيب لك الفيديو دلوقتي في الcards اللي هتظهر لك. وإن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن البورتفوليو، هنتكلم البورتفوليو والتفاصيل بتاعته، هل يكون معقد، هل يكون فيه animations بشكل كبير جدًا والّا يكون simple، إيه هو الصح وإيه هو الغلط. الفيديو الجاي فاتأكد إنك تعمل subscribe للchannel عشان تشوف الفيديو بإذن الله أول ما ينزل. إحنا بننزل فيديو كل سبت وتلات الساعة 18:00. أشوفكم بإذن الله ساعتها